بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وهو الله. هذه هي الحلقة 27 من ليالي شهر رمضان المبارك، هذه الليلة الشريفة التي يعتقد كثير من الناس أنها ليلة القدر. نسأل الله تعالى بركتها وخيرها ونماءها، اللهم آمين. في هذه الحلقة سنتناول الآيات التي تدل على علم الجيولوجيا من كتاب الله سبحانه وتعالى، بما يفيد عظمة الرب سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه وتعالى منشأ العلم وموجهه ومرشده، فهو الذي خلق الإنسان علم البيان، علمه القرآن. نعم، فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي خلق الذرة وخلق كل شيء بما فيه من أنواع الجبال وأنواع النباتات وأنواع التربة، وكلها تدل على حكمته وعلى علمه وعلى قدرته جل جلاله. سنتناول هذه الحلقة إن شاء الله بشيء من التفصيل حول ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من خلال الكتاب والسنة. ضيفنا الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، أرحب به كما أرحب بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. شيخنا الشيخ حسن، ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنها تدل على علم الجيولوجيا، كما أن هناك آيات سنمر عليها. لو نأخذ مدخل بسيط، ما هو علم الجيولوجيا وفي ماذا يتحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علم الجيولوجيا هو علم طبقات الأرض، وممكن نقول علم الأرض عامة، لأن ليس فقط الطبقات ولكن فيه الطبقات وفيه خصائص التربة وفيه كذلك ما يتفرع عموما عن التربة ومكوناتها، مشتملات التربة نفسها وعلى ما تشتمل التربة، ما هي طبيعة المعادن والمواد التي هي تحت باطن الأرض، وخصائص هذه المعادن وتوزيع هذه المعادن على بقعة الأرض المختلفة. فعلم الجيولوجيا باختصار هو العلم المتعلق بالأرض وطبقاتها وأنواعها ومكوناتها. هذه باختصار طبيعة هذا العلم. جميل، جميل جدا. فهو إذن يبحث في هذه المسائل التي تتعلق بنوعية التربة ونوعية طبقات الأرض. من الأرض شيخنا الشيخ حسن الجبال، قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. على ماذا تدل هذه الآية؟ كذلك قال: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ما العلاقة بين الجبال الشامخات وأيضا الماء الفرات؟ أول بالنسبة للأرض كما تفضلت، يعني هي البقعة التي يقطنها هذا الإنسان منذ أن هبط فيها بأمر الله تبارك وتعالى، ومكوناتها فيها اليابسة وفيها كذلك البحار أو الأرض التي تشملها المياه،
وفيها كذلك الجبال كمكون من المكونات، باعتبار أن الصخور من مكونات هذه الأرض، وقد تكون هذه الصخور جبالا راسيات، وقد تكون كذلك صخور عادية تتواجد حتى في المواقع البحرية. فموضوع الجبال هنا ذكر باعتباره أوتاد للأرض، كأنما الله تبارك وتعالى ثبت هذه البقعة وأوجد التوازن فيها بين الحالة اليابسة فيها والحالة البحرية المائية. أوجد هذه الجبال ليكون الميزان الذي توزن به هذه الأرض، وأن لا تميد وأن لا تحيد وأن لا يحصل فيها ارتجاجات. لأن حتى لو افترضنا العلاقة ما بين اليابس والمياه، ستلاحظ أن اليابس لا يتجاوز 30% من المساحة، بينما أكثر من ثلثيها الماء ثلثي الكرة الأرضية، صحيح. ثم أيضا داخل اليابسة ستلاحظ أيضا هنالك طبقات متفاوتة داخل اليابسة نفسها، ليست طبقة واحدة، ستجد هناك طبقات متفاوتة. ثم بعد ذلك هنالك أشياء قد لا يكون كثير من الناس الآن يعرفها، مثل البراكين التي تغلي تحت هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى أوجد لهذه الحالة التي يمكن أن أسميها حالة سائلة، يمكن أن يحصل فيها ارتجاج أو يحصل فيها عدم توازن، مهد هذه الأرض وأوجد لها الجبال باعتبارها الأوتاد. والوتد عموما كما ذكر بعض أهل العلم بأن جزء كبير منه في الداخل أكثر من الجزء الظاهر. سبحان الثلثين في الداخل والثلث في الخارج. عجبا. الآن هذه طبيعة الوتد إنه لا يمكن وتد يكون القسم الظاهر منه أعلى من القسم الذي، وإلا سهل جدا يعني اقتلاعه. فجعل الله تبارك وتعالى، لاحظ الآن أنت الكتلة الصخرية والمنطقة الجبلية بشكل عام هي منطقة متماسكة. المنطقة السهلية غير الصخرية والتي لا جبال فيها منطقة فيها سيول وفيها، ولذلك سبحان الله كنت أتأمل في أنواع العذاب التي ارتبطت بالجبال وأنواع العذاب التي ارتبطت باليابسة أو بالأرض السهلية. الله سبحانه وتعالى مع قوم عاد مثلا وقوم ثمود أنفسهم استخدموا نوعين من العقوبات. الرجفة ولها علاقة بالأرض السهلية، يعني الرجفة ما بتستخدم مع الجبال أو مع المناطق الجبلية. الصيحة تستخدم في الجبال، سبحان الله. لاحظ، ولذلك أكثر من آية تجد فيها الله تبارك وتعالى يتكلم عن قوم صالح، يتكلم عن الرجفة في دارهم ويتكلم عن الصيحة في ديارهم. فبقي هنالك سؤال: ما هي الدار وما هي الديار؟ لن تدرك هذه المسألة إلا إذا لاحظت بأن الرجفة لها علاقة بالأرض السهلية والصيحة لها علاقة بالأرض الجبلية. الرجفة وردت في القرآن تقريبا 4 مرات. نعم. قال الله تعالى في الأعراف: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نعم. وفي الأعراف أيضا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة. أيوه. وفي العنكبوت: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نعم. هذا بالنسبة للرجفة. نعم. أما بالنسبة للصيحة، هنا قبل ما نتجاوز لاحظ الآن الرجفة لا تكون في المناطق الجبلية المتماسكة، بتكون في الأرض السهلية التي لا جبال تمسك بها. دي أولا ننتبه لها. ثم ستلاحظ بعد ذلك الصيحة ستأتي في مناطق الجبلية. في هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. لاحظ هناك دارهم وهنا ديارهم. نعم. ولما هناك دارهم بصفة عامة. أحسنت. دارهم. أيوه. دارهم بصفة عامة، يعني قريتهم. نعم. لكن هنا فأصبحوا في ديارهم أي في بيوتهم. يعني وهذا يعني تماشى بما ذكرته. نعم. من المعنى، لأن الصيحة تدخل في ديارهم. أيوه. بدار كل واحد وقتها بعد حصلت العقوبة على قوم نوح، البشرية استفادت، قالت والله نحن قاعدين نروح ضحايا للسيول التي تمر بالمناطق السهلية، فارتقوا إلى مناطق الجبال. يعني السكنة في الجبال لم تكن معهودة من عهد آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، بقت معهودة بعد ذلك. السبب في ذلك أرادوا أن يرتقوا من مناطق العذاب السهلية إلى الحماية بالجبل. لكن أيضا ستأتي عقوبات عقوبات لها علاقة بالجبال، وهي الصيحة.
يعني تصور أنت يكون عندك كهف وعندك بيت داخل منطقة إيه جبلية، ثم يحصل لك حالة انفجار في داخل هذا الكهف. كلام جميل. أيوه، كلام جميل وكلام دقيق يتماشى مع نوعية الجبال وأن فيها الكهوف. نعم. في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. نعم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. نعم. وغرابيب سود. وهنا فصل بين جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وقال وغرابيب سود. نعم. وكأن اللون الأسود ليس داخل في الألوان، كأنه أصل الألوان. نعم. قال وغرابيب سود. ثم قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أين سبب الخشية في مثل هذا العلم الذي هو علم الزراعة وعلم الجيولوجيا وعلم النبات، علم النبات والماء وعلم الجبال وعلم الألوان أيضا. ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف تولد خشية الله عز وجل في هؤلاء العلماء الذين هم علماء التجربة وعلماء يعني العلم الأكاديمي التطبيقي الحسي التطبيقي. نعم. وليس العلم الشرعي. هنا سبحان الله، يعني إذا وقف الإنسان مستبصرا في هذه المكونات بدأ يتأمل في النبات، شيء كان لم يكن موجودا وفجأة بذرة بسيطة تضعها على الأرض، تسقي هذه البذرة، تتحرك هذه، تمد جذورها في الأرض، ثم يخرج شيء منها إلى خارج الأرض، ثم تستفيد من الطاقة الشمسية، ثم وهكذا هذه المسألة. وكذلك في الجبال، لما تجي تتأمل في الجبال بألوانها واختلافاتها. وهنا طبعا يأتيني سؤال: من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنواع المختلفة من الألوان ومن الجبال، وهو كان على الأقل أرض مكة، جبال مكة مثلا معروف أشكالها ومعروف ألوانها، ما كانت في هذا التنوع في التناول. على كل الذي ينبغي أن يستفيد منه الإنسان وهو ينظر إلى هذه العلوم المختلفة، سواء كانت علوم البحار أو كانت علوم النبات أو كانت علوم الأرض باختلافها الأشياء المختلفة، هو الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى. وهنا تأتي الخشية ويأتي التعظيم ويأتي استشعار الإنسان بعظمة الله تبارك وتعالى. فإذا لم يدلنا ذلك، يعني الإنسان ما حاول يتجاوز الحالات الوصفية العامة، إنه والله أنت تنظر إلى الأشياء دون السؤال لما بعد هذه الأشياء. فكما قال أحدهم يقول: الله ليس محتجبا عن الخلق ولكن الخلق محتجبون عن الله بذنوبهم. يعني كل شيء يدلك على الله تبارك وتعالى. فإذا كان والله ما دلتك هذه الآيات وما دلتك هذه البراهين على الله سبحانه وتعالى، فيبقى الران والمعصية والقلوب التي دنست بالمعاصي هي العائق الحقيقي من خشية الله تبارك وتعالى. كلام جميل. طيب هنا يا شيخ حسن يقول أن غرابيب سود هي إشارة إلى الجبال النارية البركانية غير المتبلورة، حيث يشيع اللون الأسود عليها، لأن البازلت وهو صخر ناري أسود اللون يغلب على تكوين هذه الجبال، ويتكون بفعل تجمد اللافة، وهي المادة المنصهرة التي تخرج من فهوات البراكين. تعليقكم؟ نعم، هذا على كل نوع قد يكون اختصاص دقيق بالنسبة لي، أنا قد لا أعرف فيه الكثير، يعني قضية البراكين والجبال ومكوناتها، لكن فيها على كل دلالة على أن بعض هذه الجبال متكونة من البراكين والانفجارات التي تحصل، فيحصل أحيانا كما يسمون الآن مثلا الأخدود الإفريقي العظيم، هذا اللي هو البحر الأحمر، يقول لك الأرض والله كانت متصلة ببعضها وحصل انفلاق في هذه الأرض وتشكلت كتلة شرقية وكتلة غربية. ولكن موضوع الجبال البركانية أيضا من الجبال على كل التي يعرفها على كل أهل هذا الشأن. يعني كأن الغرابيب سود هي ليست من أصل الجبال،
كأنها مكونة مم. من أمور بركانية، أيوة. لكن الجبال أصول. أيوة، الجبال ولذلك فصلها. فصلها. أحسنت. هذا الذي فقط أنا أيوة، أريد هذه أن لفتة فعلا. إيه نعم. سبحان الله. إيه ليست جبال أصلية. الله أكبر. نعم. لذلك هنا يقولون الجبال أنواع: جبال رسوبية طبقية وهي المشار إليها في الآية جدد بيض، جبال قاعدية متبلورة وهي المشار إليها في الآية وحمر مختلف ألوانها، الله أكبر. نعم. وجبال بركانية نارية وهي المشار إليها في قوله بغرابيب سود مع نعم، وهي صفة للجبال الرسوبية التي تكونت بفعل ترسيب الطبقات. هذا فقط هنا أحسنت. ويبقى السؤال دائما الذي نحاول أن نركز عليه شيخنا في موضوع الحلقات، وهو من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المكونات الدقيقة. يعني اليوم أنت نأتي بشخص مختص، شخص بروفيسور في هذه الدراسات، ليقول لنا والله هذا أفنى عمره كله 70 سنة وهو يبحث مسألة الجبال فقط والفروق بينها، أي أنواعها وأمورها ومساحتها وارتفاعها صحيح. ومن أين مكونة وأين تجد أين الجبال التي تجد فيها الحديد وأين الجبال التي تجد فيها البسفور، أين الجبال التي تجد فيها لكن سبحان الله هذا التلخيص العجيب. يعني الله تبارك وتعالى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم. هي كده. وعلمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خضع للعلم. والآية التي أنت ترددها دائما بما لم يحيطوا بعلمه، ما هي؟ أيوة. وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الله تبارك وتعالى هنا يقول بأنه الله أخبرهم بأشياء ما لو أنهم آمنوا وقالوا سلمنا بأن ما جاءنا هو من كتاب الله، هو كتاب الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أمامنا إلا التسليم. آمنا به. فيأتي يوم يتكشف هذا الموضوع لأناس ويتكلمون فيه بعلم. فإذا كان عالم الجيولوجيا نعم يخشى الله إذا سأل شيخنا، إذا لم يقف عند الظواهر فقط، لأن أحيانا الله يعيب على هؤلاء أنهم يقفون على ظواهر الأشياء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فعلم الأحياء إذا وقفت عنده دون السؤال لما بعد، نعم، من الذي خلق هذا؟ أيوة. من الذي أنتج سؤال هذا السؤال فلسفي كما يقولون. نعم. هذا السؤال الفلسفي مهم جدا. فإذا كان أنا أقول يا شيخنا الذي هو علماء الزراعة وعلماء الماء الذين يدرسون الماء ومكوناته من الأكسجين والهيدروجين، تمام، وكذلك علماء الجيولوجيا الذين يدرسون طبقات الأرض، هم الذين وصفهم الله بالخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء العالمون بهذه الأشياء، والذين يذهبون بها إلى سؤال من خلق ذلك. سبحان. ولذلك الصحابة يعني كانوا يسلمون على هذه المعلومات الدقيقة ويقولون سمعنا وأطعنا، ويقولون الله ورسوله أعلم. دائما هذا التسليم، هذا هو التسليم لله. ولذلك أنا أقول كثير من الناس خاصة الشباب المعاصرين الآن الذين يريدوا كل شيء عقلا، كل شيء مبرر، كل شيء، أقول لهم يعني بعض حتى أولادي وكذا، أقول لهم أين منطق العبودية إذا؟ يعني إذا أنت والله كل شيء وما تستطيع تصله أصلا. لا تستطيع، صحيح. يعني لو كان العقل يستطيع يصله لبينه القرآن. لكن أنت عقولك ما تستطيع تدركه. صحيح. فما لك إلا أن تقول ما لم يدرك عقلك ليس إلا التسليم. فأقول فإذا كان هذا هو علم التجريب وصل بحد العلماء إلى أنهم يخشون ربهم، قال الله بعدها إلى علماء الدين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه مقدمة. ثم قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. تعليقكم يا شيخ؟ سبحان الله. هنا طبعا ربط ما بين العلمين، العلم التجريبي أو العلم المنظور أو العلم الملموس، العلم المحسوس الذي نراه بحواسنا، أو العلم المعقول حتى، والعلم المنقول عن طريق الوحي. فأنت هنا سبحان الله تكون بين العلمين. هذا العلم يجب أن يؤدي إلى الله، وهذا العلم أيضا يؤدي إلى، فكأنه يقول: فإذا أنت يعني أيقنت واستسلمت وأدركت حقيقة هذا العلم الأكاديمي، العلم العقلي، فلا تكذب العلم الآخر المنقول. المنقول. أحسنت. لا تكذب. لماذا؟ لأنه من الله.
يعني هذا من الله كخلق، وهذا من الله كوحي وككلام منزل من الله سبحانه وتعالى. يعني وكان بعض علمائنا يقول القرآن كلام الله والوجود كلماته، وكلماته وكلامه لا يتعارض. سبحان الله. سبحان الله. نعم. لذلك قال إن الله بعباده لخبير بصير، وكأنه سبحانه وتعالى يشير هنا أن من عباده من سيقبل، نعم، ومن سيتقي ومن سيخشى، نعم، وأن من عباده من سيرد ومن لا يقبل. كأنه يشير إلى هذا، فهو خبير بهم وبصير بأعمالهم. أليس كذلك شيخ حسن؟ نعم، هو كذلك صحيح. كأنه سبحان الله يشير إلى هذا. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى خبير بالنفوس وخباياها. إيه؟ والذي يرفض لما يرفض، يعني حتى هذه الخبرة هنا ثالث. نعم. والله هذا الذي رفض، هل رفض استكبارا، هل رفض إباء؟ وهو الغالب. وهو الغالب. بعد بيان الحقيقة وانجلائها لم يعد إلا الكبر، ولذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال. إلا الضلال. نعم. صحيح. ثم هنا سبحانه وتعالى بين طبقات من قبل هذا القرآن ومن آمن به. نعم. أنهم ليسوا على درجة واحدة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين آمنوا بالعلمين، العلم التجريبي وسلموا له، والعلم علم الوحي وقبلوه. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هؤلاء الثلاث طبقات: الظالم لنفسه، المقتصد، السابق. تعليقكم؟ أحسنت. هنا طبعا بعد أن بين العلم التجريبي كما ذكرت، أو علم الجيولوجيا بمختلف أصنافه من جبال وبحار ونباتات وغيرها، وصرنا سميناه هذا علما تجريبيا أو علما محسوسا أو علما مجربا، ونقلنا مباشرة إلى علم الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. هذا يتضمن الكثير من الهدايات، وهذا يتضمن الكثير من الهدايات. ثم بعد ذلك يعني وصف الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون به ويتعاملون مع الحقائق المجردة التي يلاحظونها في حياتهم، إنما هم ثلاث مستويات. المستوى الأول هو الظالم لنفسه، وهو الذي آمن بالله وآمن برسوله وسلم بالكتاب، ولكن عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده ظلم فيها نفسه، ظلم فيها، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فهذا الذي ما التزم الحدود سواء كانت الواجبات أو المحرمات، ما وقف عندها، هذا يسمى الظالم. المستوى الثاني هو المقتصد. المقتصد هو الذي أدى الواجبات والتزمها وترك المحرمات، يعني لم يقتحم محرما، هذا مقتصد. صحيح خرج من الظالم لنفسه بما أنه أدى الواجبات وترك المحرمات، فلم يعد ملاما الآن. وكأن الآيات تشير شيخ حسن، كلما الإنسان قوي إيمانه بعلوم الجيولوجيا وبالآيات التي تدل على الرب سبحانه وتعالى، أصبح من أصحاب السابقين بالخير. نعم. وكلما قل، كلما كثر أصبح من السابق. نعم. كلما قل علمه أصبح. صحيح. كأن هذا المعنى العلم بالله والعلم بمخلوقاته، العلم بالله والعلم بمخلوقاته هي التي ترفع درجات الإيمان. سبحان الله. هي التي ترفع درجات الإيمان. وبالتالي كلما جهل الإنسان حقائق الخلق أو جهل حقائق الحق المرتبطة بالله تبارك وتعالى، صار ظالم لنفسه. وعلى قدر التقدم يكون السبق بالخيرات. طيب. لذلك يأتي السابق بالخيرات في أعلى مراتبه، اللي هو والله التزم الواجبات وترك المحرمات وأدى المندوبات وترك المكروهات، يعني هذه مرحلة مرحلة أعلى. لكن لو تميت الآية طبعا اللي هي فيها نون الجمع الجميلة جدا التي يتحدث عنها أهل التفسير، جنات عدن، ذلك الفضل، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، نعم، تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، نعم، ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نعم. سأنتقل بك شيخ حسن إلى موضوع كنا نتعجب ونحن طلابا، بل صدمنا، نعم، أن الحديد نزل من السماء. الحديد هذا الكتلة القوية كيف نزل من السماء؟ ويعني قالوا لنا أن من الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة أن الحديد نزل من السماء ويوجد في الجبال،
ويوجد في الجبال. وبما أن نحن حديثنا اليوم عن جيولوجيا، نعم، والجيولوجيا هي الجبال وفيها طبقات الأرض. نعم. الأرض فيها الحديد. الحديد ورد في القرآن الكريم في 4 مواضع. نعم. في سورة الكهف قال الله تعالى حكاية عن ذو القرنين: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. في 7 قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. في سورة الحديد قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. هذه المواضع التي ذكر فيها القرآن الكريم لسورة للحديد. تعليقكم يا شيخ حسن؟ طبعا هنا الحديد واحد من المكونات، على كل مكونات التربة، مكونات الجبال، مكونات الأرض، فهو أحد المكونات التي ترتبط بالأرض بشكل أساسي. ويأتي توصيفه كذلك بأنه يرتبط بالبأس. يعني الآن معظم الصناعات الحربية ولها علاقة بالحديد. لكن من أخبر النبي عليه السلام أنه ينزل من السماء؟ هذا على كل تحتاج فعلا إلى لأن الله يقول أنزلنا الحديد. فبغض النظر هل هو النزول هو نزول مادي، بمعنى أنه والله الحديد جاء من خارج الكتلة الأرضية، أما الإنزال هو الكشف بمواقع الحديد أو بوظائف الحديد. هذه كلها على كل قضايا محتملة يعني. لا، لكن هناك من أثبت أنه ينزل مع المطر. الحديد نزوله مع المطر، ما الذي أعتقد أنا لم أقف عليه ولم أتأكد، لكن أعتقد أن الشيخ الزنداني كان يقول أثبتوا أن ذرات الماء تحوي جزء من الحديد فتجتمع في كتل في الأرض. نعم، والله أعلم. يعني لا علم لي بها الحقيقة. ولكن لفظ القرآن الكريم أنزلنا الحديد. لا، حتى بعضهم ربطها بقضية الانفجار نفسه، الانفجار الذي حدث فالحديد من خارج من خارج طبقات الأرض المعهودة، من خارج طبقات، سواء كان حصل ذلك بعد الانفجار بفترة بحيث والله الأرض بعد أن تشكلت أنزل الله تبارك وتعالى هذا المعدن على الأرض وصار جزءا منها، أم كما تفضلت يتشكل من خلال الأمطار. هذه كلها ما أعرف عنها الصراحة. على كل حال أنا عهدي بها بعيد، لكن هذا الذي كنت أعرفه من أن يعني أن الحديد نزل بالفعل من السماء. يؤكد القرآن أن الحديد أنزل من السماء إلى الأرض، وعلى غرار ما سبق من مطاعن ينفج المشككون إعجاز القرآن العلمي في هذه الآية. وفي سبيل تعطيد موقفهم نجدهم يطرحون من ناحية أول التساؤل: كيف يمكن أن يكون الحديد الذي يكون اللب الداخلي للأرض؟ نعم. على كل حال القرآن الكريم نحن نقول سمعنا وأطعنا بلا شك. أن أدركناها أو لم ندركها. أي أدركناها. الله عز وجل تسلم بما أخبر الله تبارك وتعالى به، وسيأتي من يثبتها حتى لو لم تثبتها أنت في زماننا إذا لم صحيح. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم ما أدركوا هذه الحيثيات التي نتكلم عنها، لكن آمنوا بها وسلموا بما جاء عن الله ويدركون أنه الحق وخلاص. وليس الأمر على الله بعزيز يعني. لكن هذه معلومة واضحة. لماذا نحن نؤولها؟ نعم، هي معلومة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا. أي بس هنا فقط لأنه في من يفرق بين التنزيل والإنزال، فهذه على كل حتة دقيقة برضو. لو أنه قال نزلنا ربما لاحتملت. طيب، وأنزلنا الحديد إيش ما الفرق بينها؟ ما الذي يحتمل وأنزلنا؟ على كل حال اللغة العربية يعني واسعة جدا، لكن ننتقل شيخنا الشيخ حسن وبعد ذلك أيضا إلى ما يتعلق
بعض الآيات التي وردت في بيان علم الجيولوجيا كقوله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية ما تحدثنا فيها بعمق، التي هي في الأرض قطع متجاورات. نعم. لو نتحدث عنها ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما تبقى لنا من الآيات. موضوع القطع المتجاورات، لاحظ الآن أنت لما تنظر إلى الأرض كحالة عامة فيها اختلافات في ظاهرها، لكن لا نعرف تفاصيل مكونات هذه الأرض التي هي في الطبقات السفلى. لكن ما الذي يظهر لنا؟ الذي يظهر لنا النبات بأوجهه المختلفة، بطعمه المختلف، بمذاقاته المختلفة، بأشكاله وألوانه المختلفة، ويكون أحيانا في أرض متجاورة. يعني أرض متجاورة تجد فيها الليمون من هنا والبرتقال من هنا والموز من هنا، وهي في حديقة واحدة أو في بستان واحد. فهنا يأتي قضية إنه والله يسقى من ماء واحد، الماء من حيث هو ما فيه إشكال، لكن تجد الاختلاف في المطاعم والاختلاف في الأذواق والاختلاف في مكونات المادة نفسها. يعني تجد مكونات الليمون مثلا أو البرتقال تختلف عن المكونات بتاعت الموز مثلا، وهكذا. فمع أن الأرض هي نفس الأرض ونفس التربة، لكن تجد طعم هذه تختلف عن الأخرى، ولذلك الآية تشير إلى هذا المعنى. جميل. فيما يتعلق أيضا بالنسبة لآية الحديد، المقارنة بين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب أنزل من عند الله عز وجل، والميزان هل أنزل من عند الله؟ يعني سياق الآية وسباقها يتكلم عن كل ما أنزل الله عز وجل من السماء، مما يؤكد نزول الحديد من السماء. كذلك أيضا أنزل الله سبحانه وتعالى، أنا كنت أتعجب أيضا، الأنعام أيوة كيف نزلت من السماء، اللي هي يخلقكم. نعم، قال تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أيضا هل لك ماذا تقول في يعني إنزال الأنعام 8 أزواج؟ هل هو نفس المعنى ليس بالنزول من السماء؟ لا، هي النزول واضحة، كلمة النزول واضحة أنزلنا السياق بالذات. لكن أنا أقول التفريق بس ما بين النزول والتنزيل أو الإنزال والتنزيل في تفريق لغوي، وفي تفريق أيضا مفهومي في نفس السياق. فالإنزال أحيانا يرتبط بما اتصل بالذهن، والتنزيل ما قبل الاتصال بالذهن. فمثلا خروج القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا يطلق عليه البعض تنزيل وليس إنزال. من السماء الدنيا نزل جملة واحدة. أيوة، نزل جملة واحدة. ومن الدنيا إلى ومن السماء الدنيا إلى الأرض نزل أيوة. منجما. لكن القضية إلى اللحظة التي يصل فيها إلى عقل النبي عليه الصلاة والسلام وذهنه لا يسمى إلا تنزيل. لاحظت؟ إيه؟ يسمى فمجرد استوعبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا صار إيه؟ صار إنزال. الذهب كذلك موجود في الجبال، لكن خلينا ليش ما نقيف مع الحتة بتاعت الأنعام. أيوة، هذه الأنعام التي ربط الله تبارك وتعالى بها حياة الناس، ما يحتاجونه من أشياء، وربط بها عباداتهم أيضا. نعم، حصة بهيمة الأنعام. أي بهيمة الأنعام والزكوات وأمور. فهي هنا سبحان الله بعد أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض يجب أن لا نغيب عقلنا تماما وكأن الأمور كلها نبتت منه، لا، هذه نشيلها من رأسنا. ما هو الله خلقها ودحاها وزينها لكن عالم المخلوق الكتلة البشرية لم تكن موجودة، والكتلة الحيوانية لم تكن موجودة، ويمكن أن نكون الكتلة المعدنية لم تكن موجودة، وبالتالي حصل إنزال للمعادن. هذا الربط. أيوة، يا سلام، حصل إنزال، هذه الفتوحات. الله يجزيك. حصل إنزال وبالتالي اكتملت الصورة الكلية
الأرض وبمكوناتها المادية ومكوناتها المعدنية ومكوناتها الحيوانية وغيره. لذلك سبحان الله كنت أعجب في أن الأنعام في فترة آدم ما مذكورة وفي فترة نوح ما مذكورة، ستجد ذكرها بعد هود. دي من ضمن الملاحظات أيضا يعني. وكيف سخرت، يعني هل والله في البداية عندما أنزلها الله تبارك وتعالى لم تكن مسخرة وأوحى الله إليها لتكون مسخرة للإنسان، وبالتالي يمتن الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان بالتسخير لهذه يعني أنا أتذكر سبحان الله يعني قصة مرت بي أنا شخصيا. كان عندنا جمل وكان عندي شوية القزعة هذه حالقين من الجماعة وباقي لي فقط هنا، فالوالد قال لي أدي الجمل ده لهنا، فماسك البتاع كده أديه في هنا وبعدين استفزيته، فاتذكر مسكني من هنا. الجمل مسكني الجمل من هنا ووقفني كده ورفعك. تعرف لو بس هزاني هزتين كده أو رماني أنا كان رحت فيه. عمل كده ونزلني على الأرض يعني يمكن رفعني مترين فوق كده. منها كنت أقول سبحان الله، هذا الكائن المسخر، هذا الكائن اللي عنده هذه القوة اللي ممكن يأخذني ممكن يعضيني ممكن ينهيني، سخره الله. ذللناها لكم فمنها ركوبا ومنها تأكلون. صحيح. هذا التذليل وهذا كله من آيات الله تبارك وتعالى. هو بلا شك. هنا أيضا وفديناه بذبح عظيم. أيوه. في التفسير أن الله عز وجل أرسل ملائكة تحمله إلى إبراهيم عليه السلام. نعم. وقيل نزلت به من الجنة. الله أكبر. نعم. الذبح. نعم. اللي هو خروف. نعم. خروف. نعم. أنزل من الجنة من أجل أن يذبحه إبراهيم عليه. قد يؤكد هذا المعنى يعني. قد يؤكد هذا. نعم. نعود إلى أنواع المعادن التي تخرج من الجبال ومنها الذهب. نعم. ورد في القرآن الكريم مرتين. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نسأل الله من فضله. آمين. الثانية في التوبة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم. تعليقه. نعم. هنا طبعا موضوع الذهب والفضة خلينا نشوف كيف الإنسان ارتبط في الثمنية بمسألة الذهب والفضة بالضبط. يعني ليش ما ارتبط بالحديد؟ ليش ما ارتبط مثلا بأي حاجة؟ البشرية كلها اليوم ممكن يختلف حول الإله سبحانه، كافر ومؤمن، ولا يختلفون حول الذهب، لكن لا يختلفون حول الذهب. من الذي أوحى إليهم وأخبرهم وجمعهم كلهم كحالة واحدة أن هذا الذهب هو مرتبط به الثمنية؟ نعم. هل هو أعراف؟ صعب إنه والله لا. والذهب كان نعم وباقي وسيكون. البترول نعم سيأتي زمن وينتهي. صحيح. لكن الذهب هو باقي. يعني من الموارد صحيح يعني بمكان معين قد يكون ناضب يعني مرتبط بجبل معين، انت في داخل هذا الجبل قد ينتهي الذي فيه، لكن على مستوى الكتلة الأرضية فهو ربط الله تبارك وتعالى به الأثمان، وجعل الله عز وجل الحصول إليه أيضا صعبا ليس سهلا طبعا. وبالتالي في داخل الجبال أو في تحت الأراضي. نعم. وتحفر مسافات بعض الناس تموت. وأيضا يعني القصة ما هي عبارة عن مكنة يا شيخنا كما تفعله الدول الآن إنه والله تطلع الدولار، لا، الذهب فيه تعب. نعم. فيه مشقة. فيه جهد. نعم. وكأنما الله تبارك وتعالى يريد للإنسان إنه والله يا أخي اجتنب الاقتصاد الذي يعتمد على الأوهام، اذهب إلى الاقتصاد الحقيقي. ما هو هنا رب العالمين بنى الفعل المجهول أدبا معه سبحانه وتعالى، فقال زين للناس، بالعلم أن الذي زينه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الأدب هنا مع الله عز وجل جاء سياق زين للناس مبني للمجهول. حب الشهوات فهو من الشهوات، الذهب والفضة من الشهوات التي حب منه. الفضة أقل قيمة وهو أكثر تواجدا. نعم. وأسهل حصولا. نعم. فهو على كل الذهب يعتبر رأس
المقومات أو الأشياء التي نقيم بها الآن الأشياء. فالذهب والفضة جعلهم الله سبحانه وتعالى ساحل الأثمان. وهنا لاحظ جاب في حتة التزيين وجاب في حتة الاكتناز. وإشكالية الإنسان مع الذهب هي دي، حب هذا الإنسان وتعلقه بهذا الذهب وإرادته كذلك، لأنه يستحوذ على الذهب ثم يتحول بعد ذلك إلى أن يكنز هذا الذهب. كذلك الأرض مليئة بالمعادن شيخ حسن، مثل الحديد، البوسفور، الجنريت أيضا، وكذلك اليورانيوم. في أشياء أقيم سبحان الله، أقيم من الذهب، يعني لو جيت أنت، لكن ليس الحصول عليها سهل. الذهب أهون بكثير من الأشياء الثانية. يعني أنت الآن لتحصل على الكبريت الأحمر يسموه، ليس من السهولة. أن تحصل على اليورانيوم ليس من السهولة. ومناطق، وحتى في العالم تلقى مناطق معينة، العالم كله ينتظر أنه والله يخرج ليصل إليهم. والدول الآن تبيت شعوب في سبيل السيطرة على هذا النوع من الذهب. على كل أكثر انتشارا وأكثر أيضا ثباتا، ويمكن الوصول والحصول عليه. صحيح، لكن هو أغلى معدن الذهب، يعني أغلى معدن، وهو باقي أيضا في شو اسمه، يعني الدول تتقاتل عليه. الحصول على التصريح عليه صعب. نعم صح. لكن ربما كما تفضلت شيخ حسن، قد يكون بعض المواد تستخدم في صناعة الطائرات أو تستخدم في صناعة البواخر، الصناعات الكبيرة، ربما فعلا قد تكون أغلى من الذهب. لا، هي الآن خاصة الأشياء التي تدخل في علوم في الأسلحة ذات الطابع الانفجاري الكبير. فاليورانيوم الآن مثلا السلاح النووي يرتبط به، المفاعلات النووية ترتبط به، لاحظت الطاقة بشكل عام ترتبط به. بالضبط. أي نعم. العالم من هذا الجهة. على كل حال، هل لديك شيئا تضيفه حول علم الجيولوجيا، هذا العلم العظيم الذي وصف الله عز وجل علماءه أنهم هم أقرب الناس إلى الخشية إذا يعني عافاهم الله من الهوى واتبعوا الحق فإنهم أصحاب خشية لله عز وجل؟ هل بقي لكم شيء؟ وفقط ما أضيفه حقيقة هو ما يعرف الآن في الأكاديميات بفلسفة العلوم. فلسفة العلوم مبنية على فكرة أن والله أن لا يقف الإنسان الذي يبحث في هذه العلوم عند العلم الوصفي. ما تقول لي والله الذهب مكوناته كذا، الماء مكوناته كذا، وتنشغل بالوقوف عند المخلوق أو عند الخلق وعدم التجاوز نحو الذهاب به إلى الحق جل جلاله. أنت أدرس هذه المادة وأدرس العلوم بتاعها، وللأسف الشديد كل جامعاتنا بلا استثناء إلا من رحم ربه تجد بأنها ذاهبة في اتجاه عزل العلم التطبيقي عن سؤال ماذا بعد. يعني ليش توقفني إنه والله في إنه والله الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين أو العكس يعني. وتتكلم عن الذهب مكوناته. وفعلا كما تفضلتم شيخ حسن، وأسلوب القرآن، قل من نزل من السماء ماء، قل أيوة. سألتهم من فسؤال من هذا يا شيخنا؟ سؤال من يجب أن يكون في كل الجامعات وفي كل مراكز البحوث يجب أن يطرح، لأنه سؤال فلسفي. بمعنى إنه والله أنا لا أقف عنده من الذي ركب الماء بهذا الشكل، ولماذا فقط بهذه الطريقة، الكميات مثلا على مستوى الأرض. ستجد أن هذه كلها تقدير العزيز العليم بلا شك ستدلنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فكيف نجعل من هذه العلوم علوم دالة على الله وليست علوم صادة عن الله سبحانه وتعالى؟ هذه واحد. الأمر الثاني، هذه تفيدنا مباشرة أيضا إلى أن العلم يجب أن يحملنا إلى الآخرة أيضا وليس يقف بنا عند الدنيا. صحيح. يعني هذه الأمور، قدرة الله، عظمة الله، كذا، ستحملنا إلى الخشية، والخشية ستحملنا على كل ما هو جميل وكل ما هو يعني مشروع، وتجنبنا كذلك كل ما هو ممنوع ومحرم، وبالتالي سيؤثر في حياتنا الأخروية اللي هو المصير الأخروي. فحقيقة السؤال ماذا بعد هذا من أهم الأسئلة في تقديري في الأسئلة العلمية، وليست الصعوبة في إنه والله أنت فقط عن طريق المختبر تستطيع أن تصل إلى كثير من الأشياء الوصفية، ولكن سؤال المعيارية كما يقولون هو الأساس. أحسنتم شيخ حسن. وربما نحن أيضا يعني في حلقتنا هذه قد أنا شخصيا قد أكون قصرت في البحث عن معاني الجبال ويعني مكوناتها وما فيها من معادن ويعني وما فيها من مخلوقات الله عز وجل العجيبة التي تشير
إلى العلماء الذين ذكرهم الله عز وجل بأل التي تفيد للعهد، نعم. للعهد الذهني. نعم. يعني ما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده علماء، وإنما قال العلماء. يعني وهذا معناه هناك وصف دقيق لهؤلاء العلماء الذين يقفون على هذه المعاني الدقيقة وأفنوا حياتهم فيها. فكأن الله يقول لا يمكن عالم يعني ليس في قلبه هوى ولا كبر يقف على معلومات دقيقة من هذه العلوم ولا يخشى ربه سبحانه وتعالى. لذلك تجد الآن في أوروبا والبلدان المتطورة عموما علميا، تجد الذين ينتقلون من الكفر إلى الإسلام غالبهم من هذه المؤسسات، إما مؤسسات تتعلق بعلم الأحياء، أو مؤسسات تتعلق بعلم الجيولوجيا، أو مؤسسات تتعلق بعلم الكيمياء، وهكذا. مصداقا لكلام الله. نعم، هذا مصداق لكلام الله تبارك وتعالى. سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. مشاهدينا الكرام، كنا في حلقة ماتعة حول علم الجيولوجيا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون، خلق 7 سماوات بما فيها من ملائكة وبما فيها من أجرام، وخلق 7 أراضين بما فيها من جبال وسيول وأنهار. أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على هذا البيان والنقاش الماتع، كما أتقدم إليكم بالشكر الجزيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مشاهدينا الكرام، لا تنسونا من دعاكم الصالح في هذه الليلة الشريفة المباركة التي هي ليلة 27، ربما تكون ليلة القدر، وعليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من خشيته ومن حبه ومن تعظيمه ومن الاستقامة على دينه. كذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، أن يكتب لنا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى كما نجى إخواننا من الصحابة ومن الصالحين والتابعين، أن ينجينا من عذابه، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سلام عليكم من القلب أيها الإخوة والأخوات، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته